كنت بلف انا وحته القشطه بتاعتي في البيطاش بالتونيه بتاعتي الجديده، وقيس فجاه لقيت قدامي ملفوف، قلت له يلا بقى كده ايه ظبط. وبعدين خالد قال لي هو ده يا ماما ملفوف؟ قلت له اه هو ده ملفوف، يلا بقى نلف لفه كده ونشوف الكلام على ايه. وكالعاده بحب اتسلسف، فالمهم اخدته وقعدت اشرح له كده ليه مختلف، عشان اول مكان بيعمل شاورما تندوري في مصر. واديله ادي هنا بقى. انا كنت انا وخالد في غايه الحماس والسعاده والفرفشه والنعنشه والنغنشه. طبعا خالد ما كانش مصدق ان ملفوف بيعمل اكبر سندوتش في مصر، النص متر. طبعا جبت المتر بقى عشان اقيس له، قمت مطلعه 2 رايب ملفوف عشان ايه بقى نطري القعده، و2 شيبسي ملفوف كمان، ما القعده لسه هتحلو. ومسكت التوربيني ده اكبر سندوتش عند ملفوف، وقعدت اقيس فيه بقى زي ما انتم شايفين كده، حاجه في اللي اديله ادي على الاخر خالص. السندوتش يا جماعه نص متر، وده اطول سندوتش هتلاقوه في مصر، وطبعا كله بالاثبات والادله. اما بقى بالنسبه لطعمه فهو خطير جدا جدا جدا. هنا بقى خالد كان بيرتب على نفسه شويه ترتيب بقى كده من اللي طبعا اللي عارف دعاء عارف ان هي بتحب تولع اي حاجه، فولعتها نار بقى وغرقتها سبايس. طبعا بقى كان لازم ان احنا نجرب الشندوري، ومن تقله خالد قاعد يلعب بيه رياضه. والشندوري بقى هتلاقوه عند ملفوف وبس. وعايزه اقول لكم ان السندوتش برده نص كيلو. ندخل بقى التقيل، بوكس شوكة باشا، بقى 30 قطعة ميكس بقى تندوري على شيش طاووق. وعايزه اقول لكم بقى حاجه كده عظمه. وطبعا كان لازم انا وخالد نتسلى كده بالشيبسي بتاعهم ونفتح اكياس كلها، عشان زي ما انتم عارفين بيكسب فلوس لحد 1000 جنيه. لقيت نفسي قاعده فاضيه فقلت اوزع على الناس بقى الشيبسي بتاع ملفوف. عايزه اقول لكم بقى ان ملفوف الفرع التاني ليهم تحديدا في العجمي البيطاش. طبعا صاله كبيره زي ما انتم شايفين، يعني هو المكان اللي انتوا تخرجوا فيه في العجمي. كل حاجه عندهم بجد مظبوطه بالمسطره. العنوان تاني في البيطاش العجمي بجوار عصائر حسن. اديله ادي